السلام عليكم. سجن صيدنايا هو ماشي سجن عادي، ولكن هو بلاصة اللي كتمثل الرعب والاستبداد في واحد الحقبة اللي طغى فيها الظلم على الحرية. تما فاش كانت كتسكت الأصوات والأحلام كانت كتموت قبل حتى ما تبدا. تما فاش كانوا السجناء كيتمناو كان الواقع حلم والحلم واقع. في الجدران ديال سجن صيدنايا كانوا آلاف ديال الناس كيتعذبوا بأبشع الطرق وكيتواجهوا مع الموت كل نهار. رجال، عيالات، أطفال، كلهم كانوا ضحايا ديال النظام اللي ما كيرحمش. سجن صيدنايا تبنى في الثمانينات من طرف النظام السوري، وكان الهدف الرسمي هو إصلاح السجناء العاديين، ولكن مع الوقت تحول المركز لاحتجاز المعارضين السياسيين، رجال الدين، وحتى الناس اللي كانوا غير كيتسائلوا على سياسات النظام وغيرهم من الناس. عدد كبير من التقارير الدولية وصفته بالمسلخ البشري بسبب حجم الانتهاكات اللي وقعت فيه، الجرائم الخطيرة من تعذيب وتجويع وأحكام إعدام سرية. كشفات منظمة العفو الدولية على تقارير اللي بينت فيها الحجم ديال المعاناة اللي كانوا كيتعرضوا له السجناء، ماشي غير في سجن صيدنايا ولكن في سجون وحدة أخرى اللي كانوا كيتعرضوا فيها الضحايا لأبشع طرق التعذيب. واحد من الحالات وصف وحدة من أنواع التعذيب اللي تعرض لها، واللي هي أنهم وقفوا على برميل، ربطوا له يدو بحبل وحيدوا البرميل على رجليه، يعني ولا كيتحرك في الهواء. جابوا 3 ديال العصي وبقاو كيضربوه على جميع انحاء الجسم ديالو، وفسلوا من الضرب بالعصا ديال الخشب، شعلوا الكارو وطفاوه كامل على الجسم ديالو. هادشي اللي خلاه يحس بحال شي موس كيحفر فيه وكيقطع فيه طراف طراف. شهادة أخرى نتاع السيدة وصفت المعاناة ديالها فاش كانت معتقلة من طرف المخابرات العسكرية في حلب، وقالت بأنهم ضربوها حتى طاحت الأرض، ركلوها بالصباب ديالهم العسكرية على بلايص اللي كانت دارت فيهم عمليات حتى فقدت الوعي. وفاش فاقت لقات راسها في زنزانة انفرادية، وقالت بلي السروال ديالها كان نازل شي شوية ومفتوح، والعباية كانت مفتوحة، والقميص الداخلي كان مهزوز للفوق. كل عضو في الجسم ديالها كان كيحرقها، وما قدرش تعرف واش تعرضات لاعتداء جنسي ولا لا. التعذيب اللي كانوا كيتعرضوا له السجناء كانوا كيستخدموه باش ياخذوا منهم اعترافات كاذبة، وفعلا بزاف منهم كيعترفوا بشي حوايج اللي اصلا ما داروهاش، وهذا الشيء بقوه العنف اللي تعرضوا له والتهديدات. شحال من واحد اعترف باش يحمي العائله ديالو ولا صحابه، وشحال من واحد كان كيصحابو باللي لا اعترف غادي يقدموه للمحاكمه ومن بعد غيصيفطوه لسجن مدني. ولكن للاسف داكشي اللي كانوا كيتعرضوا له من بعد صعيب بزاف. واحد من المعتقلين قال باللي عندي كيصحاب لكم باللي كنا كنصليو غير باش يطلقوا سراحنا، ولكن كنا كنصليو في الحقيقه باش نتخلصوا من الجحيم اللي كنا كنعانيو منه، واخا يصيفطوهم لسجن عذراء، وهذا سجن مدني قريب من دمشق. على الاقل في داك السجن كانت حياه حسن. بزاف ديال الناس اللي يقدروا يخرجوا عايشين من السجون وصفوا الظروف القاسيه اللي كانوا كيعانيو منها. ذكروا السجن الانفرادي اللي كانوا كيبقاو فيه مده طويله، على الاكتظاظ ديال الزنازين، نقص الرعايه الطبيه والمرافق الصحيه والماكله والماء، كانوا كيبقاو في درجة حرارة مرتفعة بزاف ولا منخفضة بزاف، وكانوا كيحتجزوهم في نفس الزنازين اللي فيها جثث ديال معتقلين ميتين. على حسب تقديرات مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية اللي كتخدم مناهج علمية باش تحلل انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا في ظروف النزاعات المسلحة، على أن 17723 شخص تم القتل ديالهم في الحجز في كل أنحاء سوريا خلال الفترة ما بين 15 مارس 2011 و 31 دجنبر 2015. ومن الممكن على أن الرقم يكون أكبر بكثير، ولكن التقرير تحفظ على العدد الحقيقي. نخليكم تصوروا معايا العدد من 2015 ل 2024 شحال يكون ارتفع. في مدينة غازي في عنتاب تركيا تأسست جمعية سميتها صيدنايا من طرف 30 معتقل سابق في السجن ديال صيدنايا، والهدف ديالهم هو يوصلوا للعالم التعذيب والإهانات والقتل خارج إطار القانون اللي تعرضوا له صحابهم فاش كانوا محبوسين، وهذا الشيء عن طريق مسرحيات، صور، تقارير ووسائل التواصل الاجتماعي. أعضاء الجمعية صدروا كتاب اللي سماوه صيدنايا في الثورة السورية، واللي وثقوا فيه المعاناة وأساليب التعذيب اللي تعرضوا لها السجناء اللي دوزوا سنوات في وسط السجن. ومن بين الحوايج اللي تذكروا في الكتاب هو أن واحد المرة جاء عندهم السجان وطلب من المعتقلين يقطعوا شعرهم، وما كان عندهم حتى شي أداة باش يقطعوا شعرهم. وفاش رجع المرة الثانية اختار شاب اللي في عمره 18 عام
وقتلوه بحجة عدم إطاعة الأوامر. تذكر في الكتاب على أن أكثر حاجة تقدر تفرح شي سجين هي الزيارة ديال العائلة ديالو، ولكن السجناء في صيدنايا الوضع كان عندهم مختلف بزاف، ما كانوش كيبغيو الزيارات اللي اصلا ما كيتعطاوش ديما لكل شيء، حيت فاش كيجيو الزوار وكيمشيو بحالهم السجناء كانوا كيتعرضوا لعقوبه اللي سميتها عقوبه العوده من الزياره. وشحال من واحد مات بكثره التعذيب اللي تعرض له. ماشي سجن صيدنايا بوحدو اللي كانت عنده سمعه خايبه، كاين سجون وافرع امنيه اللي عندها سمعه خايبه وكدير الرعب في السوريين بمجرد من انهم كيدوزوا من حداها. من بعد سقوط نظام بشار الاسد بزاف ديال السوريين قالوا بلي كاين سجون سريه في دمشق من غير السجون اللي معروفه عندهم. هادشي اللي خلى فريق الدفاع المدني الخوذ البيضاء يعطي مكافأة مالية بمبلغ 5000 دولار أمريكي لأي واحد يعطيهم معلومات مباشرة على البلايص اللي فيها السجون السرية في سوريا واللي فيها معتقلين. وداروا دعوة خاصة لضباط الأمن والعاملين اللي كانوا في الأفرع الأمنية باش يتعاونوا معهم ويوصلوهم للسجون السرية، وغادي يضمنوا لهم الحفاظ على سرية المصادر. بعض السجناء قدروا أنهم يتحروا من بعد سقوط النظام، والجهود مستمرة باش يكتشفوا المخابئ السرية اللي يقدروا يكونوا فيهم السجناء. بالنسبة لسجن صيدنايا بزاف كانوا كيقولوا على أنه كاين طوابق تحت الأرض اللي فيها محتجزين، وكيتقال على أن المداخل السرية ديالها كتواجد في أماكن واحدة أخرى اللي مجهولة، وكاين اللي كيقول بلي ما كاين حتى شي طوابق تحت الأرض، بالإضافة للمخابئ اللي تقال على أنها كتواجد من تحت الجامعات وغيرها. بصراحة شحال ما بغيت نهضر على هذا الموضوع ونوصف الظروف اللي دازوا منها المعتقلين ما غاديش نقدر نوصف داكشي بالضبط كما داز عليهم وكما حسوا به، وما يمكنش نتصوروا الإحساس ديال العائلات نتاع الضحايا والقتلى اللي منهم اللي عارف بأن ولادو وخوتو والعائلات ديالو اللي مسجونة كيدوزوا من أبشع أنواع التعذيب والأمراض وسوء التغذية، وبطبيعة الحال كاين اللي ما عارفش حتى شي خبر على الأهل ديالو اللي داخل السجون. ما نقدرش نوصف الظلم والحقرة والقمع والفقدان بكل أنواعه اللي تعرضوا السجناء. حتى لهنا صار الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد.